السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا، اللي قدامكم ده كرومب اتعمل بعد عناء، بعد معاناة والله. عايزة أقول لكم إن جوزي سألني سؤال أحرجني، يعني حطني في خانة كده، والله أحرجني إحراج فظيع. أنا هنحب الكرومب، ولكن وقتي مش عارفة، وقتي ضيق يعني ما يسمحش إني أنا حبقى على طول مثلا نعمل كرومب وكده. المهم جاني راح قال لي هو إحنا إمتى آخر مرة عملنا كرومب؟ قلت له عملنا ولا كلنا تفرق، لأن إحنا بناكل يعني هنشحت أو كتير، ناس كتير تشحتنا، جيراني وحماتي عادي اللي يعمل كرومب يجيب لي طبق يعني. راح قال لي لا عملنا. قلت له آخر مرة عملنا كانت أول مرة نعمله اللي هو لما كان الكرومب نزل جديد في السوق، كانت أصغر كرومبة كده ب50 جنيه في السوق، فرحنا جبناها وكنا متحشين عليه وعملناها، ومنها ما عملناش تاني. فكان هرد السوق عندنا، فرح قال لي طب أنا شفت كرومب في السوق فحنجيب، إيه رأيك؟ فأحرجني يعني، قلت له يلا ماشي هات، فمش مشكلة. فزي ما انتم شايفين بصوا منظر المطبخ، يعني أصلا منظر المطبخ كان الواحدة يجيب اكتئاب، فما بالك مطبخ ومع كرومبة عايزة تتعمل في نفس اليوم عشان عايزين ياكلوا منها، عايزين نجهزها في نفس اليوم عايزين ياكلوا منها. بصوا منظر المطبخ يعني كان، والمواعين والدعكة والخضار بتاع السوق ودنيا تانية. وأنا بطبعي طبعا مش حنعرف نتحرك في المطبخ ولا حنعرف نعمل حاجة في المطبخ إلا لما يبقى نظيف، يبقى نظيف والرخامة تبقى فاضية والدنيا تبقى رايقة حواليا، لولا ما نعرف نبدأ. بدأت أول حاجة مسكت عمنا البوتاجاز، بقى اديتها غسلة كده ودعكة عشان نشتغل فيه على رواقة وعلى نظافة. غسلته وظبطته ونشفته عشان إيه، بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. رحنا بقى على المواعين، مسكت المواعين كلها غسلتها وفضيت الرخامة وظبطت الدنيا، وأدي الحوض بقى إيه فاضي ورايق وجاهز للاستخدام. ودي المواعين طبعا اللي مش خلصانة والله ما تخلص، الواحد عايز لحل يعني في المواعين بصراحة. وفضيت الرخامة وظبطت الدنيا وظبطت الأداء عشان إيه نمسك العروسة نبدأ فيها على رواقة. لو سمحتوا حطوا لايك، حطوا لايك عشان والله الكرنبة طلعت عيني يعني. وده الخضار طبعا خلاص بطلت نحطه في التلاجة، حطيته كله برا التلاجة على الرخامة على جنب كده، عشان بقى لما يدخل التلاجة يتلج كده ويجلد ويبوظ ويبقى وضعه يبقى صعب. وبصوا البيض، شفت الطريقة دي عاملينها على النت، قاسمين الكرتونة كده وحاطينهم فوق بعض، عجبتني عملتها حلوة، مخلية فيه مساحة كده في الرخامة ومخلية الدنيا ايه مش بايظة ولا ملعبكة. ادي شيخة العرب، ادي الكرنبة، كانت ما شاء الله جميلة ولذيذة يعني. رحت قلت لها تعالي، يعني انا هنخاف منك وان شاء الله يكون 10 زيك، انا مش هنخاف، بس بيني وبينكم الصراحة خفت منها والله، لاني يعني قسيانة وتعبانة عايزينها في نفس اليوم. المشكلة يعني عارفين لو هنسلقها مثلا ونسخنها في يوم، لا دول عايزينها في نفس اليوم. المهم توكلت على الله واستعنت بالله، وادي ظبطت البوتاجاز ونضفته عشان نشتغل فيه ايه على رواقة. جيت قطعت البصلة وظبطتها، وبصوا الوكسة الكبيرة، جيت حطيت مية للكرنب عشان نسلقها يعني، وهنحطه ملح وبتاع ده وكمون حصى. جيت حطيت زيت، انا اصلا مش مركزه ففاكره اني هنعمل مكرونه، طب المكرونه هنحط لها ليه كمون؟ المهم جيت حطيت زيت، راح تبصوا بقيت بالمنظر ده يعني. بقيت سلكت هنكبها بعد ما غلت، لا والله ما كبها، قلت هنكمل فيها يعني عشان تعرفوا انا لا شيف ولا ليا حركات ولا تكاتي، انا على الله والله العظيم. جيت حطيت لها الزيت وايه وسلكتها بالزيت والله. بصوا بس والله اختراع سيبكم، شايفين بصوا لمع ازاي، والله العظيم طلعت الورقة تطلع من المية لامعة. وخلوا بالكم الكرنب اللي في السوق الأيام دي مش عايز سلق يعني، يا دوب دقيقتين كده تطرى معاك وتدبل طلعها والله لامعة، شكلها هتبقى اختراع يعني. سيبكم من هنا ورايح حطوا زيت في مية البتاع. المهم جيت البصلة استوت، وطبعا جوزي مش هيحب طعم التوم في الكرنب، فجيت حطيت التوم في البصلة قبل ما نحط لها الطماطم. وجيت حطيت عليها الطماطم، أول ما بدأت تغلي حطيت لها شوية سكر طبعا عشان إيه تعادل حموضة الطماطم يعني. حطيت لها توابل اللي هي ملح وفلفل، مش هنحط أكتر من كده أنا يعني، ولو في كزبرة ناشفة أنحط، ما فيش ما كانش عندي يعني فما حطيتش، ولكن مش هنحط كاري ومش عارف إيه وإيه، لا نحس الحاجات دي تضيع طعم الحاجة الأصلي، فأنا توابلي ملح وفلفل وكزبرة ناشفة يعني. بس فادي خلصناها سلق شيخة العرب بقى وايه تمام. السلق ده مرحلة حلوة والله، اتريحنا كده نحس ان الدنيا ارتاحت برضه شوية. ومسكت الخضرة ظبطتها ونضفتها وصربتها وغسلتها وعدلتها، وجيت ايه قطعتها، والله وجعت لي ايد ووقفت لي دراع. هتقولوا لي مقطعها كبيرة، هنقول لكم ايوه مقطعها كبيرة عشان والله تعبتني. وجيت ده ايه فكرت قلت لقيت واحدة كانت على النت تقول انفرش البواقي بتاعت الخضرة انفرشها في أرضية الحلة، ففكرت اني انا نحطها عشان ايه يعني نجرب. ما انا مش شيف، انا نجرب يعني.
بس فجيت بعد ما قطعت الخضرة حطيت عليها الصلصة وحطيت عليها الرز وأدي توابلي، أدي الملح والفلفل أهو قدامكم، مش حاطة أي حاجة زيادة. كان نفسي نحط شطة بس افتكرت عيالي فما رضيتش نحط شطة يعني. بس فجيت خلطتهم في بعض كده كويس، عملتهم في بعض وسبتهم شوية عشان إيه، عشان الخلطة تتشرب ببعضيها. وجينا بقى إيه، قعدت على الأرض كده وجبت العدة عشان نبدأ. أدي جبت الصينية وجبت الورق المسلوق وجبت الخلطة اللي عملتها وجبت الحلة. بص الحلة دي صغنونة يعني، يدوبها حتشيل طبقين مش أكتر. وده صاحبي ده رجله باينة، ده رفيق الكفاح يعني، ادعوا له ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. يقعد معايا في كل في كل حاجة يعني، ده ابن صغير يقعد معايا في كل شغلي، هو ملازمني قاعد مع قرينك يا زواوي يعني. فجيت إيه هنا ما حطيتش بصراحة الخضرة، قلت اللي نعرفوه أحسن من اللي ما نعرفوش. أنا متعودة نحط العصب بتاع الكرنب في الأرضية، فخليني زي ما أنا عارفة عشان ما نجودش حاجة من عندي، فإيه خليني زي ما أنا يعني. ودي حلة صغنونة زي ما قلت لكم، يدوها تشيل طبقين يعني. قلت إيه نسويها ليهم في العشاء كد نفسهم، طالما ليهم نفس وبتاع وإيه يلا على كدهم. أدي كنت جهزت هنا شوية الكرنب اللي حلفها كده، قطعتها كده الصوابع عشان إيه نلف على طول على الجاهز يعني، ما نتعبش نقعد نقطع أول بأول، لأ قطعتها مرة واحدة وبعدين عملت. أدي جيت هنا لفيت شوية كد ما حنسويهم يعني، خدتهم سويتهم وبعدين نزلت كملت اللي حنسيبه. أدي والله بصوا لامع وحلو والله من الزيت اللي غلطت وحطيته، بس اختراع صدقوا، خلى الصباع كده يبقى فيه لمعة كده وشكله حلو يعني. بس فجيت هو ده اللي جهزتهم، وكنت يعني عارفين دول تقريبا دورين متهيألي، والحلة أصلا صغنونة فكان يدوب يعني طبقين. جيت هنا نحط أنا معلقتين من الصلصة نحطهم على وش الكرومب كده، تخليه أول ما يستوي تخلي المية بتاعتها حمرا كده، وتديه الصراحة تست حلو وتست جميل يعني. فجيت لازم نروح نحط إيه معلقتين الصلصة دي، حطيتهم على الوش كده. وكنت نغلي مية في الكتل بتاع الشاي، فرحت إيه عشان نسقيهم بيها بقى وتبدأ رحلة الكفاح إن هو يستوي على النار. حطيت توابلي ملح وفلفل، وحطيت مكعب مرقة عشان طبعا أنا عاملاها مية ما عنديش الشوربة، فحطيت مكعب مرقة وحطيت الملح والفلفل وسقيتها في المية وحطيتها على نار. عليتها الأول وبعدين حطيتها هادية، بس المشكلة إن الحلة صغنونة، فأنا جيت حطيتها على عين أكبر، فكانت عايزة أصغر حلة فجيت لحقت في الآخر يعني حطيتها. أدي بصوا منظر المية ما شاء الله تبقى حمرا كده وحلوة من شوية إيه الصلصة اللي أنا حطاهم على الوش. طبعا هي ما شاء الله شغالة على جنب تستوي. أنا كملت باقي الورق وباقي الخلطة، عملت بيهم شوية كرنب برضو وحطيت على الوش صلصة يقعدوا في التلاجة وقت ما نسويهم. وطبعا أنا كل ما نعمل صلصة نكترها، لأني أنا شغالة ومش فاضية، فالصلصة الجاهزة عندي أتنجزني. لو حنطبخ، لو حنعمل شوية مكرونة، حنعمل أي حاجة، تبقى في صلصة جاهزة قاعدة معايا، فإيه أتنجز معايا بصراحة. بصوا ابقوا معايا على البوتاجاز اللي لسه منطفاه، الكرنب يستوي وتمام ما شاء الله منظره وريحته. بصوا ريحة الكرنب في البيت هتعمل دفى في الشتاء والله. بس زعلت على البوتاجاز بصراحة. والمواعين، الحوض اللي لسه عامله والله العظيم الحوض ده فيه حاجة، الحوض ده مش طبيعي مش طبيعي. وادي بصوا البوتاجاز والله لسه كنت منطفاه، وادي لما جا استوى الكرنب عمل ميته، مش عارفة العيب فيا ولا العيب في الزمن يعني. فجيت أهينها روقت على البوتاجاز وغسلت تالت باين ولا رابع في خلال اليوم، وها إثبات إني أنا ده يوم ما عملت الكرنب غسلاه مش صورة من برا يعني. وكانوا وعيالي كلوا الكرنب بالهنا والشفا، خلينا شوية وفرفتوا لي وزبطوا لي. وآدي الحوض تالت يمكن أيوة تالت، أديني غسلته وروقت عليه وغسلت المواعين. بصوا اللي في الحلة ده مش زبط والله، دي هي محروقة يعني. بس فادينا زبطنا الدنيا وإيه وزبطت الأداء. بصوا بقى والله ريحة الكرنب يا سلام يا أخوانا، أقسم بالله كسيت فيه وتعبت فيه موت. وجوزي ما يجيب لي سيرة الكرنب تاني عارفين، عشان يغيظني راح زرعهولي في البيت يعني. أدي العصب حلو يعني، عارفين يحمي كده يحمي الكرنب لما لو حصل الشياط ولا حاجة جاي فيه، هو الكرنب بيقعد سليم ما شاء الله ما فيهش ولا حاجة. هذا المنظر كان إيه يفرح، عادوا عيالي فرحانين يعني، تقولي محرومين والله، مع إن الناس تشحتنا يعني وياكلوا مش محرومين يعني. المهم ادي كان موضوع الكرنبة وخلصنا، ويا رب تكونوا عملتوا لايك عشان والله تعبت فيه الكرنب ده وكسيت موت، وخلصت اخر الليل وعلى ما شطبت المطبخ كنت انا انتهيت يعني. فما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة ونوروني عاد وايه، والسلام عليكم.